إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيها الإخوة الكرام، إن تفويض الأمر لله جل وعلا صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، ودليل على قوة اليقين وحسن الظن بالواحد الديان، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء العبد أموره كلها إلى الله عز وجل، وإنزال بها طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. عباد الله، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا في غزة العزة من قتل وتشريد وحصار، لا بد أن نفوض أمورنا إلى الله جل وعلا ونتوكل عليه، فببركته نحقق النصر والتمكين. فمعاناة أهلنا في غزة هاشم منذ ما يقارب 7 أشهر وهم تحت الحصار والقصف والتدمير ما هو إلا ابتلاء وتمحيص من الله عز وجل ليميز فيه الخبيث من الطيب. فبتوكلنا على الله عز وجل وبتفويض أمورنا إليه ييسر الله عز وجل لنا سبل النصر والتحرير والتمكين، وذلك لقوله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا لا يعني أن نتقاعس عن أداء واجبنا وأن لا نتراخى من حماية أرضنا ومقدساتنا، بل الأخذ بأسباب القوة والنصر والتمكين، وهذا لا يتأتى إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عباد الله، فالمؤمن عندما يقول هذا الدعاء وأفوض أمري إلى الله يخرج من حوله وقوته إلى حول ربه وقوته، فيكفيه الله تعالى شر من ظلمه ويأخذ له حقه منه.
ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا. عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل موقف الأحزاب عندما اجتمع المشركون والمنافقون واليهود عليه من أجل القضاء على الإسلام وأهله. قال جل وعلا في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم بشارتك لأهل غزة كما بشرت صحابة رسولك بفتح المدائن والشام والقسطنطينية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين. أما بعد، عباد الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأصدقهم بتفويض أموره إلى الله عز وجل، بل إن ذلك كان من سجيته وخلقه، وكان دائما يكثر من دعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك فألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ختاما، ننوه إلى أخذ الحيطة والحذر من هجمات المستوطنين على أصحاب الأراضي وممتلكاتهم، وتفعيل اللجان الشعبية في القرى للدفاع عن هذه الأراضي وحمايتها من هذه الهجمات، والتمسك بوحدة أبناء هذا الشعب من أجل التصدي لتلك الهجمات بقوة وصمود. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني داع فأمن، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا قريبا عاجلا غير آجل. اللهم انزل جنودا من ملائكتك مع المجاهدين في غزة تقاتل. اللهم ارحم شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وفرج عن معتقليهم وأسراهم. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها، وبإسرائيل ومن طبع معها. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وتراصوا وسدوا الفرج. رحم الله امرئا سوى نفسه. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.